السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خوتي واخواتاتي في قناتكم الواقع رادار. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير وين ما كنتوا. قبل ما نبداو موضوع اليوم ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد في وقته، لأن دعمكم هو اللي يعطينا القوة باش نواصلوا ونجيبوا لكم الأخبار الصحيحة والمعلومات المهمة أول بأول. موضوع اليوم رح نهضروا فيه على واحد الموضوع اللي راه يشغل بال بزاف جزائريين، وهو موضوع الزيادات في الأجور ورفع الحد الأدنى المضمون للأجر اللي تم الإعلان عليه مؤخرا في الجريدة الرسمية ضمن العدد الأول لسنة 2027. بصح هنا لازم نفهموا نقطة مهمة بزاف، لأن بزاف ناس راهي خالطة بين الزيادات العامة وبين رفع الحد الأدنى للأجر. كاين اللي يقول كيفاش كاين زيادات وإحنا ما شفنا حتى تغيير في الرواتب نتاعنا. هنا لازم نفرقوا مليح. القرار اللي خرج ماشي زيادة شاملة لكل الموظفين، وماشي كل واحد يخدم في الجزائر راح يلقى روحه زادوله مباشرة في الراتب. القرار هذا يخص الحد الأدنى الوطني المضمون للأجر، يعني الناس اللي رواتبهم مربوطة أساسا بهذا الحد الأدنى. الحد الأدنى للأجر كان من قبل 20,000 دينار وولات قيمته حاليا 24,000 دينار جزائري، يعني زيادة ب4,000 دينار. بصح السؤال اللي يطرح روحه، شكون هم الناس اللي راح يستفادوا من هذه الزيادة؟ الفئات المعنية تشمل العمال اللي يخدموا بالتوقيت الكامل، والعمال والتوقيت الجزئي، وكذلك بعض الأعوان المتعاقدين والمهنيين وأعوان الخدمة، وبعض فئات الأسلاك المشتركة اللي أوجارهم مرتبطة مباشرة بالحد الأدنى للأجر. يعني إذا كان العامل يخدم المدة القانونية الكاملة اللي تقدر ب40 ساعة في الأسبوع، واللي تعادل تقريبا 173 ساعة في الشهر، يقدر يتحصل على هذا الحد الأدنى الجديد. أما الناس اللي يخدموا بالتوقيت الجزئي، هنا الحساب يختلف، لأن الراتب يتحسب على حساب عدد الساعات اللي خدمها الشخص. وهنا نزيد نوضحوا نقطة أخرى مهمة بزاف، لأن بزاف ناس عندهم فكرة خاطئة ويحسبوا باللي الأجور في الوظيفة العمومي تتبدل بشكل تلقائي، أو أن أي إعلان على زيادة يعني جميع الموظفين رح يستفادوا بنفس الطريقة وفي نفس الوقت. الحقيقة غير هذا. الأجور في الوظيفة العمومي عندها نظام كامل خاص بها، وتعتمد أساساً على عناصر مهمة، منها النقطة الاستدلالية والشبكة الاستدلالية للأجور. هذه الأمور هي الأساس اللي يتحسب عليه الراتب الشهري لكل موظف حسب الرتبة والصنف والمنصب اللي يخدم فيه. يعني أي تعديل في الأجور ما يجيش هكا بشكل عشوائي، لازم يكون بقرار رسمي واضح ويخرج ضمن قوانين أو مراسيم رسمية. لهذا ما لازمش نصدقوا كل الأخبار اللي نشوفوها في مواقع التواصل الاجتماعي، لأن للأسف كاين بزاف صفحات وقنوات تنشر معلومات غير مؤكدة وتخلق نوع من البلبلة عند المواطنين. كاين حتى اللي راه يهدر على زيادات كبيرة في الأشهر القادمة، وكاين اللي يقول باللي المتقاعدين راح يستفادوا من منح جديدة، وكاين اللي يهدر على أثر رجعي ومبالغ إضافية. بصح لحد الساعة لازم نكونوا واضحين، ما كانش معلومات رسمية مؤكدة على هذه الأمور. احنا في القناة ديما نحاولوا نجيبوا لكم الأخبار المؤكدة والمعلومات الرسمية فقط، لأن الهدف نتاعنا هو نقل الحقيقة كما هي، بدون تهويل وبدون إشاعات. من جهة أخرى كاين موضوع آخر راه يهتموا به بزاف ناس، وهو موضوع تحسين القدرة الشرائية بنسبة 53%. الرئيس سبق وتكلم على هذا الموضوع، وكانت تصريحات تشير إلى أن العملية قد تكون تدريجية وعلى مراحل، والسبب واضح، لأن أي زيادة كبيرة في الأجور تحتاج لدراسة مالية كبيرة، وتحتاج ميزانية ضخمة باش تكون مستمرة وما تسببش مشاكل اقتصادية في المستقبل. لأن الزيادة في الراتب مشي منحة مؤقتة تخلص مرة واحدة وتروح، بالعكس هذه تصبح جزء دائم من الراتب لسنوات طويلة. لهذا الدولة لازم تحسب حساب كل الجوانب المالية والاقتصادية قبل تطبيق أي زيادة جديدة. وفي نفس الوقت المواطن الجزائري يبقى ينتظر أي قرارات جديدة تساعده على تحسين المستوى المعيشي، خاصة مع ارتفاع الأسعار والتضخم اللي راه الجميع يحس به. وفي الأيام الأخيرة شفنا أيضا خبر مليح يفرح، وهو خروج الجزائر من قائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، وهذا يعتبر خطوة إيجابية تعكس صورة أحسن للبلاد في المجال المالي والاقتصادي.
إن شاء الله تكون هذه الخطوات بداية لأخبار إيجابية أكثر في المستقبل. وفي الأخير خوتي، نحب نسمع آرائكم، وايش رأيكم في هذه الزيادات؟ وهل تشوفوا أنها رح تحسن القدرة الشرائية للمواطن، ولا تشوفوا بالارتفاع الأسعار رح ينقص من تأثيرها؟ اكتبوا لنا آرائكم في التعليقات، لأن رأيكم يهمنا بزاف. وإذا وصلت حتى لهنا وما زلت ما اشتركتش في القناة، هذا هو الوقت المناسب. اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس، لأن الاشتراك ما يكلفك ولا شيء، بالصح بالنسبة لينا يفرق بزاف ويساعد القناة تكبر وتستمر، ونواصلوا نخدموا ونجيبوا لكم الأخبار الجديدة والمعلومات المهمة بشكل يومي. كل دعم منكم سواء تعليق، لايك، مشاركة أو اشتراك يعطينا دافع كبير باش نكملوا ونقدموا محتوى أفضل لكم. شكرا لكم كامل على حسن المتابعة والإصغاء، ونلتقي إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.